اليوم جبت لكم واحد قصة اللي فيها واحد الحيلة ما تطيحش على الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله العظيم إلا قال لك الحيلة حسن من العار. تصوري دابا نتيا جالسة في الدار فيها عرب ديال الناس كلهم طاركين عليك الحبال وكيخليوك انتي اللي تشقاي. منك فطور، منك غدا، منك كاسكروت، منك عشاء، وعاد توجدي لهم الكوتي المسمن والحرشه والبغرير. ايوا بزاف، وكل وحده فيهم كتافها اكثر من ديالك. ايوا يا لاله مولاتي، شنو غادي ديري؟ انا بغيت التعليق ديالكم كاملين، بغيتكم تجاوبوني لهذا السؤال وبارطاجي وعفاكم. ونيت بحر الناس اللي كيعانيوا من نفس المعاناه ديال هاد السيده هادي حتى هما يستافدوا. يلا نسمعوا القصه ديال رحمه. انا هي الانسانه اللي تقهروني ومرمدوني، ولكن الحيله اللي درت تهنيت منهم وجبت ليهم التمام. انا يا البنات من وسط واحد العائله على قد الحال. اب ديالي راجل درويش، اما امي واحد المراه اللي حاره وقاده، كانت هي المسيره ديال الدار، وكان عزيز عليها الشقا والنقا وكتبغي الحداقه. امي كانت حادقه لواحد الدرجه ما نعاودش لكم عليها، واللي حليتي عليها فمك كتلقاها. انا منين حليت عليها عينيا وانا كنشوفها كتشقى، كتبغي الترتيب، كتبغي كلشي يكون مقاد، وما كانش عزيز عليها اللي يرول ليها الدار. مني كنت كنلعب انا وخويا الكبير كتبقى تخاصم علينا، كتقول لينا كترونوا لينا الدار، كتبدا تضرب فينا. ايوا حنا كنا كنخرجوا لبرا ونلعبوا باش تقولي زعما انك تلعبي في الدار هذه ما تحلميش بها. كنت كتخاصم عليا انا وخويا. دوزت الصغر ديالي مع الاهل ديالي مزيان، كنت دخلت المدرسه، يعني انتقلت من القسم الاول، بقيت هكا كنقرا حتى للباك. كنت قرايه بزاف واخا كنت كنقرا، يعني كانت امي مزيداني الشقه وتماره، كانت كتقول لي خدمي الشغل وتعلمي ما يفيدك. كاع الناس وصحاباتي في العطل الصيفيه كيخرجوا يفوجوا ويتمتعوا بالحياه ديالهم، انا كنت بقى بلا الكوزينه. امي كتدخلني ليها من الصباح ما كنخرجش حتى يعني كيأذن المغرب، خاصني نوجد الفطور بالفطور والغدا بالشلايض والعواصر. ايوا ما كنجي نكمل الغدا حتى امي كتجمع ليا المينات وتقول لي غسليهم ومسحيهم وستفيهم بلايصهم. شويه كتقول لي ديري لينا الكوتي، واخا ضروري خصني ندير شي حاجه لداك الكوتي. وإلا بقيت حتى ضيعت شي حاجه ولا جات شي حاجه ناقصه، هذاك هو نهار الكحل. المهم امي كانت كتخاصم عليا بزاف، وكانت كتبغي يكون داكشي متقون. الا مشى حتى وسوس ليك الشيطان وقلتي غادي نسربي دغيا ونسالي، راه هذاك هو نهارك، راه غتفرشي. ايوا يا خوتي، دوزت النص ديال حياتي مع امي في الكوزينه. كنت فرحانه، عاجبني الحال حيت تعلمت شحال من حاجه. كندير الشغل كامل متسول، لا في الكوزينه ولا في الطياب ولا في الشقه ولا في التخمال. طلعتني امي على يديها، برضاتني على جوج جهات، بلاتني بالوسواس ديالها. غير كانت شي مخطه ما مقاداش فوق صداري كيجيني الوسواس، خاص يكون كلشي مقاد وغادي نعاود انا نرولو من جديد ونقاد. المهم حاجه كنحماق عليها تكون متقونه، وفي نفس الوقت خاصني يعني تكون الحاجه خفيفه ومرتبه، يعني ما كنبقاش مثلا محكزانه على ديك الحاجه ولا بشويه عليا لا كنزرب عليها. صافي بقيت بحال ما هكا، كنت كنحس براسي في الكوزينه زعما داك الطاقه السلبيه كلها كنت كنخليها تماك. مثلا انا كنت معصبه كندخل الكوزينه كندير شي حاجه كنحس براسي يعني هزيت الهموم زيد الدنيا والدين. ما نكذبش عليكم، كنت كنفرح ملي كنوجد شي حاجه وتعجب الام ديالي، كنت كنزيد نتشجع اكثر. المهم بقيت بحال هكذا، ملي كيجينا شي واحد كندخل الكوزينه كنوجد ليه مسمن الحرشه اولا مثلا البغرير ونخرجوا ليه كيبقى حال غير فمو فيا، حيت فعلا شغلي كان زوين بزاف ومتول عزيز عليا. ندير الحاجه اللي كتكون كتفتن، مثلا كيعجبني بحال كندير الحريشات المعجنات كل مره. شنو كنت كندير؟ الكوزينه كانت هي المتنفس الوحيد لي. الحاصل ما عليناش، قريت كيف ما قلت لكم حتى وصلت للباك، ومن بعد الباك ديالي نط كنقلب على خدمه، ولكن سي دوماج والو. كندفع كنترفض، راكم عارفين الخدمه كيفاش دايره في المغرب، صعوبه باش تلقاي خدمه. ولكن واخا هكذاك ما يأستش، بقيت كل مره كنجرب حظي حتى تقبلت واحد الخدمه
مشيت نخدم على راسي وكنت غاديه في حياتي مزيان. صراحه ما كانش عندي شي طموح في الحياه كنت شاداها من الاخر ديالها، ما مسوقه لا اللي بغى يتزوج ولا اللي تصاحب ولا اللي دار العلاقات الحب. كنت داخله سوق جوايه ومبيعت راسي من كل شيء.